دي من أحسن الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك، ربنا بيحبها جدًا وثوابها عظيم جدًا، وإن شاء الله تكون يعني في ميزان حسناتك وحسناتِك يوم القيامة بإذن الله. من أكتر الحاجات الجميلة اللي تخلّي علاقتك بربنا كويسة وربنا يرضى عنك وعلاقتك بالناس كويسة وتحبك هي جبر الخواطر. أنا عارف إن أنتم زهقتوا من الكلمة دي، بس دي مهمة جدًا، وبعدين عايزين نفهم جبر الخواطر بمعناها الحقيقي. جبر الخواطر مش معناها بس إنك الغلبان ومش عارف إيه، جبر الخواطر ده ممكن تعمله مع أي حد، تعمله مع أي حد، يعني مع والدتك مثلًا جبر الخواطر إن لمّا والدتك تبقى زهقانة وتكلمك في التليفون وعايزة ترغي، تقعد تسمعها وتحسسها إن أنت مهتم باللي هي بتقوله. جبر الخواطر هو لمّا ابنك أو بنتك الصغير ييجي يورّيك إنجاز كبير بالنسبة له، إنه رسم رسمة شكلها مكعبش والّا عمل جاب 5 من 5 في امتحان في المدرسة، إنك تفرّحه وتحسّسه بالإنجاز اللي هو عمله. هاحكي لكم حكاية لطيفة جدًا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان من أحسن الناس اللي بتجبر بخواطر الناس. إن يعني في رواية بتقول إن النبي كان قاعد وسط أصحابه، فواحد أعرابي أو شخص ما جايب له عنقود عنب، فرحان، واحد غلبان عايز يهدّي النبي بأي حاجة من كتر ما هو بيحبه، فجاب له عنقود عنب ادّاه له ياكله. فالنبي مسكه قعد ياكله ويبص له وهو مبتسم وبيتلذذ بطعم العنب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جميل صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان اي اكل يجي له يقسمه مع اصحابه اللي حواليه، يعني ده جبر خواطر برضه. الصحابة المرة دي اللي قاعدين مع النبي لقوه عمل حاجة غريبة جدا، لقوه ما عزمش عليهم وقعد كل عنقود العنب لحد ما خلصوا، فالراجل مشي فرحان قوي انه جاب للنبي حاجة طعمها حلو وبسطه. فبيقولوا له يعني ما معناه يا رسول الله، انت اول مره تعمل معانا كده، اشمعنى المره دي يعني اللي ما اديتناش؟ قال لهم لان عنقود العنب اللي الراجل جابه له ده طعمه مر جدا، طعمه وحش. شايفين جبر الخواطر؟ فهو النبي عمال ياكل عنب طعمه وحش جدا ومبتسم في وش الراجل، وحسس الراجل لما مشي انه جاب له حاجه جميله جدا. فبيقول لهم انا خفت اعزم عليكم بيه حد فيكم يدوق العنب يبان من وشه او يقول ان العنب طعمه وحش فيكسر بخاطر الراجل الغلبان ده. جبر الخواطر مع جيرانك، جبر الخواطر مع الناس الغلابه، يعني البواب لما يبقى سنه كبير تقول له يا عم فلان، تهزر مع اولاده. اما تلاقي حد لابس حاجه حلوه تقول له يا عم الشياكه والجمال دي ولايقه عليك. ان شاء الله حتى في بوستات الفيسبوك لما حد ينزل صوره تعمل له عليها لايك، تقول له كومنت حلو عليها. يعني بص، اي حاجه تبسط الناس اللي حواليك في الحلال ولو كانت بسيطه، طالما هتفرح بيها حد انت بتتعامل معاه، ده يخش في مقام جبر الخواطر اللي هو ثوابه كبير جدا. والميزه فيه ما في مش لازم يبقى بفلوس، يعني عشان بس ايه، جبر الخواطر ويتر جاب لك نزل لك الاكل تسلم ايدك، بتاع الدليفري اللي جالك يا سلام ده انت جيت في وقتك، ده انا كنت هموت في الجوع من الجوع. جبر الخواطر بالكلمه حتى، اوعوا تنسوا الكلمه دي وانشروها بين الناس علشان كلنا نمشي نجبر في خواطر بعض، عشان في الاخر ربنا يجبر بخاطرنا جميعا. ودي قمة الفوز والسعادة. صباح السعادة.